سلامة مدام مسيو مادموزيل، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم اللي هو سيلف كير ولا الرعايه الذاتيه ولا روتين اسبوعي كل واحد كيفاش كيسميه. المهم اننا نتهلاو في راسنا مره غتجي عندي شي وحده وتقول لي انا كنحس راسي عيانه وما كنساليش وما عنديش الوقت، غنقول لك سيري شوفي هاد لا فيديو ومن اليوم ما غيبقى عندك حتى شي عذر انك ما تهلايش راسك. المحتوى ديال الفيديو غنديروا زيت الشعر، غنديروا مقشر البشره اللي ممكن انكم ديروه لوجهكم ولحمكم كامل، مقشر اللي هو رائع وفقط من البيت. غنديروا واحد الحمام ديال الزيت اللي هو بسيط، وغندير لكم واحد الماسك اللي انا جربته بعد ما جربت بزاف ديال لي كريم ديال الكريمات اللي يحيدوا لي طاش ولا شي حاجه. حتى الحاجه الصراحه ما نجحت معايا، ولكن هذا الماسك اللي هو رائع بزاف. عنايه بالشعر ضروري مره اننا نديروا زيت ولا حمام زيتي للشعر ديالنا قبل ما اننا نمشيو للحمام. تقدروا انكم تجيبوا قرعه وتخلطوا مثلا كونسوماسيون ديال 2 سيمانات ولا 3 سيمانات ولا ديال شهر باش انكم ما تعكزوش. عندي واحد الزيت هنايا، زيت ديال ليمون، زيت ديال جنجلان، زيت ديال الكوكو، زيت ديال اللوز. الا ما عندكمش تقدروا ديروا فقط زيت الزيتون، ماشي ضروري شي حاجه اللي ما كايناش، ولا ديروا مثلا غير زيت الزيتون فهي كافيه انكم ديروها لشعركم، ولكن اكونديسيون ان تكون واحد زيت الزيتون اللي هي فيرج. ومن كنقولوا فيرج يعني ما عندها حتى شي اضافه، ما كاينه حتى شي ماده اللي هي مضافه ليها وما تكونش فيها الملحه. كاينين بعض الناس اللي مثلا كيمشيو كيطحنوا الزيتون ديالهم، ولا خذوه بالنسبه للناس اللي هما كاينين في اوروبا تقدروا فقط انكم تمشيو تشريو زيت اللي هو بيو وقراو مثلا المكونات ديالو، وغتلقاو انا عندي هنا في الدار شي مره ونوريه لكم. فهو كاين واحد الزيت اللي هو بيو وما فيه حتى شي حاجه، وما فيه لا اضافه لا ملحه لا حتى شي حاجه، فهذاك مثلا كافي انكم ديروه لشعركم. ولو عندكم زيوت فقط انكم تخلطوهم في واحد القرعه وتبقاو مره انكم ديروهم. الا كنتو مخلطينهم مثلا ديجا فهي واحد الحاجه اللي هي زوينه. بعد ما كتطبقوا الزيت على الشعر ديالكم تقدروا انكم ديروا ماساج. وماساج واحد الحاجه اللي تقدروا انكم ديروها دائما بالنسبه للبنات اللي كيقول لك راه شعري ما كينوضش، ما عنديش شعري طويل دائما قصير قطعته وما بغاش ينوض. فهو الماساج واحد الحاجه اللي هي ضروريه وكتحرك المسام وكتنفس المسام ديال القشره ديالنا ولا ديال الشعر ديالنا ولا ديال الراس ديالنا، كل واحد كيفاش كيقول ليها. فضروري الماساج، هذيك الماساج كيحيد هذيك الزوبه اللي كتكون ميته. وعلاش مره كيقول لك مثلا ضروري خاصك تمشط الشعر ديالك. وكاين بعض العيالات اللي تتقول لك انا راني ما كنمشط شعري غير من العومه للعومه. فاش غنقول لك اختي الجميله، الا كنتي نتيايا كتمشطي شعرك غير من العومه للعومه فانتي في عداد الموتى. فانك تمشطي شعرك من العومه للعومه راه مصيبه كحلاء، هذه مصيبه كحلاء. فماساج للشعر واحد الحاجه اللي كتنفع. كاين هذا الماساج اللي تقدروا ديروا ليه بحال هكايا. الماساج هو انكم تشدوا شعركم وكديروا بحال لا كتنتفوه كتجاروا. عرفتي ديك اللعبه اللي كنا كنديروها في الصغر، طلقي ولا نطلق طلقي ولا نطلق طلقي ولا نطلق، تخيلي راسك بلي كتنتفك بين جيرانكم هذيك الصغيره، تلقاي ولا نطلق تلقاي ولا نطلق تلقاي ولا نطلق شويه بحال هكايا. وكتبقاو ديروا ماساج يعني من هذيك القنه ولا ما عرفتش كتقولوا ليها لتحت ديال العنق، ما عرفتش شنو هي السميه ديالو بالضبط، ماشي مهم. المهم هذا هو الماساج. 3 ديال الطرق. نجيبوا هذه المشطه اللي هي سحريه، راه ما كاينش المنافس ديالها، وللعلم هذه المشطه راه كيديروها حتى الماساج. كنت كنقلب في واحد الموقع ولقيت بلي كيديروها الماساج. من بعد ندير معكم ماساج. هنا جا الوقيته اننا سالينا الشعر ديالنا. تقدروا تجيبوا بلاستيكه ولا تجيبوا فوطه مثلا اللي هي فوطه اللي هي سارده بالماء طايب ولا الماء سخون ولا ما نعرف الماء ديال الجنون. جيبوا كندير ليه غير هذه صافي، ما باغا ندير لا ميكا لا حتى شي حاجه. الزيت ديال الليمون،
زيت الليمون ديال الماساج هو سبيسيال ديال الماساج ديال الوجه. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا دو بريفيرونس زيت ارغان، ولا ما كانش عندكم تقدروا ديروا فقط زيت زيتون. غير هو ما تعرضوش البشره ديالكم للشمس، لان الزيت مع الشمس فاكيد راه كيكحل الوجه وكيدير دي طاش. دو بريفيرونس من ديروا مثلا الزيت ديروه بلا ملحه، وديروه ما تكونوش في هذيك النهار خارجين للشمس. تقدروا مثلا ديروا زيت زيتون ولا زيت ارغان الا كان عندكم. فواحد الحاجه اللي زوينه البشره بالتجربه ديالي زيت ارغان، وبحكم دابا الثمن ديالو راه غالي وداكشي. الحاجه اللي كنديرها مره في الاسبوع باش انني كنتهلا في الوجه ديالي هو مساج للوجه. واحد الحاجه اللي هي ضروريه وضرب عصفورين بحجر. تقدروا ديروا مساج اللي هو سامبل بايديكم، وسبقت وتقاسمت معكم مساج الملعقه غتلقاوه في واحد الفيديو اللي هو صغيور، مساج ديال الوجه. الطريقه اللي غتريحكم نتوما ساهر، ما غياخذش منكم اكثر من 4 ديال الدقائق. هذا راه تقدروا ديروه يوميا البنات، ولكن ضروري ديروا زيت ديال المساج اللي هو سبيسيال. غتجي شي وحده تقول لي الكريم ولا، فمن الاحسن يكون زيت ديال الوجه اللي هو سبيسيال وخاص بالوجه. ساهل، حركات اللي هي بسيطه وغتصنع معكم الفرق. هذا راه تقدروا ديروه البنات يوميا، تكونوا كتفرجوا في شي فيديو ولا كديروا شي حاجه وتقدروا انكم ديروه. راه تقدروا تكرروا، انا راه كنعطيكم فقط غير شونتيو، نتوما ديروا الوقت اللي بغيتوه. وكي قلت لكم عصفورين بحجر، غنديروا مساج الوجه. ضروري خصو يكون مزيت، وغنجيبوا هذا الموس. صراحه هو الموس المعتمد عندي. غنحاولوا اننا نعقموه ديزانفيكسيون ميتل، ولا هذاك البرودوي اللي كنتو كتستعملوا في العهد ديال كورونا. تخليوه شويه ينشف ونبداو نكرطو. كنحيدو هذيك الجلده الميته، ولكن مره في الاسبوع فقط البنات، راه ماشي يوميا. مثلا هذا الموس باش انكم كديروا تقشير البشره ولا شي حاجه، راه كديروها مره في الاسبوع ماشي يوميا. فهاد الموس ولا هاد الطريقه ديال كتحيدي. فالموس مثلا ملي كتستعملي هاد الموس ضروري خاصو يكون مثلا دايره ليه ديزانفيكسيون ميتل. وبالنسبه للحجامه ولا الحسانه ولا الحلاقه ديال الوجه العيالات راه فقط مره في الاسبوع، لانه هذيك الجلده اللي غنحيدوها حنا مثلا يوميا راه هي كحمايه. فقط نحيدو جلده اللي هي ميته. وكيفاش كنظفو؟ انا كنجيب هاد الكوطون تيج هو باش كنظفو. غير هو تبعي الطريقه، ماشي ديال شي وحده ولا ديالي، الطريقه اللي انت ديجا اول مره فاستعملتي هذا الموس فهو براتيك. اول ما استعملتي هذا الموس شنو هي الطريقه نحسنوا بهذا الاتجاه؟ تقدري انت، ماشي ضروري انك تتبعيني لانني انا ماشي بروفيسيونيل. تبعي الطريقه ديال اول مره استعملتي وشنو هو الاتجاه ديال الشعر ديالك باش انك ما تهرسيش الزغبه وانه يبقى دائما قاد. انكم كتجيبوا القهوه، تفل ديال القهوه، سواء بغيتو ديروا قهوه اللي ديجا هي طايبه ولا من الاحسن باش ما يكونش واحد الغاسبياج. كتجيبوا القهوه كتزيدوا عليها سكر سنيده، واحد الحاجه اللي هي بسيطه وكاينه عندكم في الدار، وزيت الزيتون. كاين اللي كيدير زيت الكوكو ولا، ولكن احسن حاجه الصراحه لا يعلى عليه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون ولا زيت العود ولا كل واحد اش كيقول، قاسمتو معكم فكتحركوه وكديروا مقشر للبشره. كتقشروا به احسن مقشر ممكن انكم ديروه للبشره ديالكم هو هذا.
قهوه، سكر سنيده، وزيت الزيتون. واحد يقول لكم باللي ممكن انكم تحتفظوا به، نعم ما كيلايقش، لانه القهوه غدوز نهار ولا يومين غتصوف لكم. فهذا هو المقشر. على بركه الله، فاحنا كنديروا لكم وبداو على بركه الله. فعلاش كنديروا زيت الزيتون مع سنيده ولا سكر سنيده والقهوه؟ باش انه كيخليهم شويه رطبين، باش انهم ما يكونوش حرشين، ومره في الاسبوع راه ما غيأدي لكم للبشره ديالكم لا حتى شي حاجه. احسن مقشر تقدروا ديروه هو هذا. كتشات لكم القهوه، عندكم سكر سنيده، شويه زيت الزيتون، غتجي شي وحده تقول لي ما عنديش زيت الزيتون، ديري الزيت الرومي، ديري الزيت الرومي، ديريش غير زيت الموطور، حيت نتوما اي حاجه كتيقوها. ونقول لكم تقدروا ديروه حتى الفم ديالكم. حتى اللحم ديالكم ها. وحتى ليديكم. حركه اللي هي دائريه. نريكي وليت زاش. بالنسبه للبنات لهذا الماسك، فانا جربته تقريبا دابا واحد 5 ديال المرات وصنع الفرق. وتقدروا انكم دو بريفيرونس يكون واحد الاستمراريه وديسيبلين مع راسكم، وانكم ديروه مثلا نهار الاثنين الخميس الحد، غتلاحظوا واحد الفرق. فهذا ما كنديروش فقط اسبوعيا، ولكن كنديروا يومين هكا، كاتبه في واحد تو دو ليست، واحد الورقه، كنديروا مثلا الاثنين والخميس والحد. فهو فقط تخليوه 15 دقيقه. مكونات اللي هي بسيطه وماشي صعيبه. الشوفان، الا ما كانش عندكم الشوفان وجاكم غالي ولا ما نعرف، فتقدروا انكم تستبدلوه مثلا بالحمص البودر. الا ما عندكم لا عكز لا شي حاجه، جيبوا واحد رابعه ولا نص كيلو ديال الحمص ودقوه مزيان ولا طحنوه وديروه في شي قرعه ولا شي بلاصه بوكس اللي هو عندكم، ومره هزوا منه. انا بالنسبه لي هنا فجاني الشوفان اسهل في الطحين، فان الشوفان اللي هو ديجا طحنته غندير فقط الكونتيتي اللي غتقدني في وجهي. تقدروا من الاحسن دو بريفيرونس انكم ديروه مع اليوغورت الطبيعي، فانا اليوم ما كاينش اليوغورت ولا دانون اللي هو مسوس، لانه ملي كديروا مثلا مع دانون مسوس كتحس واحد الفرق، انه البشره ديالك رطبه وهو اكيد احسن. ولكن انا فقط باش ما نصعباش عليكم وما تعكزوش، الا كان اليوم ما عندكمش يوغورت فقط تقدروا ديروا مثلا الحليب اللي هو نسبه الدسم ديالو ولا الفات مثلا 4.5، راه هو كيتباع، ديروا فقط الحليب. كتخلطوه وكتطبقوه على الوجه ديالكم. دابا تطبقوه بالشيته، فالصراحه انا كنفضل انني نديرو بالمعلقه ولا نديرو بايديا بالعياقه، فهمتوا؟ ها ساهل ماهل اخوتي. بالمعلقه الصراحه الطريقه رائعه جدا. استفدتوا من الفيديو ديال اليوم. اكيد ما يمكنش انكم تسناو معايا 15 دقيقه حتى يكرم. الفيديو الجاي غنوريكم النتيجه، ابليكيوه طبقوه على الوجه ديالكم وغتلقاو الفرق. هذا كان فيديو اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. والفيديو اخر والافاده اخرى غنتسنى حتى يكرم الماسك، ومن بعد انني يا اما ممكن انكم تغسلوه الا كنتو زربانين، ولا دو بريفيرونس انكم تجيبوا تحيدوه بالرشاشه ديال الموارد. الا ما عندكمش رشاشه ديال الموارد فقط تحيدوه بالماء
15 دقيقه تهلاو في راسكم بصحتي وراحتي وبصحتكم نتوما ان شاء الله تطبقوه وتكونوا دائما بخير ومغليين في راسكم. ولا وصلتي حتى لهنا ما تنساش انك تكتب لي تعليق وتشارك معنا فكره او ماسك اللي انت مجربه وحيد لك لي طاج ديالك بسلامه.